فين ومش عايزينهم. لما جالك حكام اجانب بنعيط برضه. انا عايز واحد يبقى مبدأ كده. انا ضد وبعدين انا ايه مش هلعب ولا ما اروحش بسبب جهاد جريشه في ماتش المقصه. ما رحتش ماتش الاهلي اللي هو في 2020 مش كده؟ بالظبط. اخد قرار انفذه. كل كان هو السؤال، هو لبيب انسحب ليه من ماتش الاهلي قبل ماتش السيراميكا؟ ليه؟ حد يجيب لي سبب. هو كان بيقول عشان المؤجلات، كان ده سببهم في طيب والمؤجلات اتلعبت؟ لا ما اتلعبتش ورجعوا. ولا الحكام ده. عايزين برضو نسألك على القرار بتاع لجنة الأندية ثانية بس عن الأهلي. ثانية بقى أجيب لك حاجة أهم من اللي أنت بتقولها. وأنت يا ابني بتطلع إيه يا ابني؟ ايه رايك؟ علي صح. ممنوع بس راكب. تعيينات. عملوا انتخابات 2009 هنتكلم فيها بعدين. مش اتزورت. ده المحكمة قالته بره هي مزور. ده الموضوع حمدي بقى لما جاب كشفين، الكشف فيه 2000 عضو وقال لحمدي خد يلا زور ده. فحمدي افتكر يزور ده يعني يكتب اسمه هو. ثانية محمد علي يكتب حمدي. ليلى ابراهيم يكتب حمدي. المحكمة قالت لك ده اسمها الستات. ده يكتب اسمه حمدي طردته. سيبه دلوقتي لسه لما رجعت بقى اتنزلت له. المهم ده جواب جاي 2013 لممدوح عباس. ورينا هنا يا راجل. اهو هنا يا سيد نصر. باين؟ اهو كده اهو. هنا اقرا على مهلك اهو انا واقف اهو. هنا لا ما انا هنا ناس هنا وناس هنا وناس هنا. عامل شقرباظات اهو. اقراه لك بصوره اهو. مهندس مجدي حسن فرحات رئيس بتاع الله ايه؟ هو كان ممدوح بس طالب يقسط اهو. قال له يتعذر تأجيل سداد القسط المصلحات وهكذا لمدة 6 أشهر دون حساب فوائد وخد جواب. رفض. تمام؟ رجعت أنا بقى. أول حاجة عملتها جدية. ده عقد بقى مهندس استشاري في 7/9/2015. اهو مظبوط كده 7/9 7/9/2015. اه مهندس استشاري نبيل دكتور اللي هو عمل استاد لسه يعمل لنا النادي اللي انتوا شفتوه والاستاد اهو. تمام؟ واخد بالك يالا يا طارق يا يوسف يالا؟ انتوا بتصبوا علينا؟ لا مش تمام لسه. يا تنصر يا اخويا. اسماعيل محمود الجمال عمل له ايه؟ وانا بيرسي اليوناني بتاع اللي بيعملها دي كلها. قلت نفسي حد يدوقها بجد. وحشه يا ما وحش يا راجل. ها؟ كسب من الزمالك لما جه الاسهم بتاعته يا ابني توفيق ذلك. الجمهور كله راس كان نازل يشتري. الناس كانت بتجيب الكراتين وبتعمل جبنا في الكونتينر عشان يلعب الزمالك بقى ولبس بجد؟ بقى كل اللي اتبرع بيه الواد ده 4 مليون جنيه. تبرعوا ليه؟ 2 اعلان سيف اسمه الواد المحترم سيف واعلان لزيزو. لا سيف جعفر سيف الجزيري. سيف الجزيري يعني ماشي هبعتها لك. فاكرين القاضي الاثنين اتخانقوا على طفل ده ابني وده ابني. فالاب الحقيقي لما القاضي قال اقسمه نصين قال مش عايز. جالك يا باشا. لما لقيته بقى بيحجز انا جيت قلت لكم 1/4/2014 من يومها لقيت 2023 لما مشيت بيها حاجز على النادي. اوريكم بقى المرحله اللي جايه. فانا لما زهقت كان عندي مشوار في اتحاد الكوره
لينا فلوس في الاتحاد. وانا نازل من باب الاتحاد كنت لسه موجود في النادي. شغال لنا يا ابني، انا قلت له شغال لنا، هو عنده دم، دي عصابه. شغال لنا اهو. هل من الاول من الاول بس وعاملين ده الفرق بيني وبينه. انا عايز اقول كلمتين يا جماعه من بين الزمالك. ثانية واحدة يا ابني، يا ريت كل جماهير الزمالك تسمع الفيديو ده. يبقى فيهم العيال اللي بتقل ادبها، عشان تعرفوا مين اللي بيحب النادي ومين اللي بيدمر النادي. شايف؟ لازم يكون بطولات، عشان تجيب بطولات لازم يكون في لعيبه وده حقها. يعني مالهاش علاقه بقى بالضغط، مالهاش على القدر يتحرم كل اللي هم عندهم عايزين ركزوا يا جماهير الزمالك. لا يا ابني دي مالهاش حقوق يا ابني، تحت انا. ماشي. ثانية واحدة. يا ابني مالهاش حقوق. لا وش معاه نص شهر محدش يقدر يعمل فيه حاجه. دي مالهاش حقوق. طبعا 29 ابريل دي 25 ده تاريخ النادي. تاريخ النادي. انا عايز اقول كلمتين يا جماعه جماهير الزمالك هتفرح. لازم يبقى فيه بطولات، عشان تجيب بطولات لازم يكون في لعيبه ده حقها. هي مالهاش علاقه بقى بالضغط، مالهاش على القدر يتحرم كل اللي هم عندهم عايزين اسعد في نادي الزمالك كل موضوع بس قدام مصر يا ابني خليك هنا. الخناقه اللي بيني وبينك انت هتقول مش بيني وبينك دوري وكاس دوري زياده وش محدث انت يا ابني يا استاذ انا برضه قدام مصر خارج بيرفع الحدث وسايب بص الفيديو ده بيقول ايه؟ في حد بيحب النادي وفي حد بيدمر النادي. يا ابني ايه في يا ابني؟ بقول له خلاص انا همشي واسيبك. ارفع الحجز. من حق الجمهور يفرح ببطولات، بطولات تيجي بلعيبه، لعيبه تيجي بفلوس. ده دمر النادي. مفيش بطولات يا استاذ. ثانية واحدة. ده دمر النادي يا جمهور الزمالك، يا اللي كان فيه منكم عيال غور نادينا يشوف النور. ده انت بقيت طه حسين. شايفين حاجة؟ 9 مباريات ما كسبش. ثانية واحدة يا ابني، ثانية واحدة. خلاص. 2 فريق البنات اللي فرحانين بيه دلوقتي، اللي شتم احمد وضيع فلوس النادي، كانت اول بطولة دي. خد بعدها بطولتين، 3 بطولات دلوقتي. البنات اللي هم مش عاجبينهم يا جزم قديمة اللي مشوا منهم 3 دلوقتي يا ريس. من فضلك. شفت اهو؟ بقول له الجمهور اهم مني ومنك، ارفع الحجز. ولا قلت حاجة، نكمل. لا احنا اشتغلنا في ظروف زبالة. يا اخي جمال ايه في الازاز؟ يا جمال استاذ جمال اقفل الازاز عشان تكليف. بص يا جماعه، حجز من 2014 هتشوفوا لغايه ما مشيت. حجز، حبس، عزل، تجميل، تشهير. كويس ان انا خدت 61 بطوله و14 كره قدم. مش عايز اقول انا بطل، ده ربنا اللي وفقني. ها في الظروف دي كلها. شوف المليونير بقى السنه دي كلها 3 بتوع البنات في سنتين. فادي يا جماعه اللي بيحب النادي بيحترم الجمهور. بقول له انا همشي خلاص، بس ارفع الحاج. ما رفعوش الا بعد ما مشيت. يا شيكابالا يا كذاب، وجيب لك الورق معايا. يا شيكابالا يا كذاب، بس انت المره الجايه تاني يا شيكابالا يا كذاب. طب ليه كذاب؟ لانك عملت على صفحتك
ان الحجز ده مرفوع ورئيس النادي بيكذب. والحجز ما اترفعش، يا كذاب اللي بعد ما مشيت، يا متآمر، يا رحت عملت لنا فضيحه في السعوديه بعد ما كسبنا 4 ما اعرفش كنا بنلعب فريق التونسي كسبنا 4. يبقى الجواب الاولاني يا جماعه اهو خلصنا منه. ادي تاني حاجه العقد، وبعدين ادي الشيكات كلها اندفعت. اتفضلوا مكتب استشاري الورق يا شيخ. الشيكات كلها تصور يعني. ارجع بقى خلاص اهو دفعنا كل الشيكات اهي. يا كذاب قال الحجز اترافع، يا كذاب مش هتكلم اكتر من كده المره الجايه. جيب لك كل حاجتك. اتفضل يا باشا. اصل انا بحبه لا انا بحب الزمالك. بحب الزمالك مش عايز اشيل وراه بالكاميرا. يا ابني هات كمان كان الزمالك كام غوانه رئيس الفريق مش وقت. هتشوف المره الجايه وهتشوف لما راح النادي مضى وشوف هتشوف هو بيتف على جمهور الزمالك والجزمه. طب احنا ورانا حاجه. هو بيلعب ايه لحد دلوقتي؟ خلاص يا ابني بقى. خلاص المصريين هم زي ادي اهي حافظ. زيات قوي. طيب خلاص الراجل عمل رسومات، المفروض نشوف ايه التربه صالحه ولا لا. اسنادنا الجاس المركز بحوث دراسات كليه هندسه جامعه القاهره الاسناد اهو 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 يا مش بنهزر. يلا يا طارق يا يوسف يلا. انت الراجل اسمه هشام ناصر. ها؟ الراجل هشام ناصر. عايزين نعرف قضيتك ابنك علي اللي قتل واحد ايه اخبارها؟ اتفضل. ده لسه هشام ناصر هشوف عمل ايه في النادي. اتفضل. اتفضل. ده الكلية هندسة. لسه بعتت لنا جواب اهو ان الارض صالحة. ولا ترى يا يوسف يلا ولا الجزمة. كان رئيس الوزراء المحترم بتاعنا يا مجرم. اتفضل. طب خلصنا كده بقى. عايزين نركب الكهرباء. طب قيس كهرباء. مين ابو دم خفيف؟ مش هنا خالص. انت؟ دم خفيف؟ انا اعترفتها قلت لك انا. انت تعترف ترتكب جريمه تقول انا اللي قتلته. طب براءه. الشجاعه وانت اخد الاعلام. انت اسمك ايه؟ مازن. ايه؟ مازن. قوم يا اسطى. مازن؟ بتعمل ايه مازن؟ بتعمل ايه يا مازن؟ انت طالب؟ لا خلاص بس اخر سنه بيزنس. بيزنس ايه؟ تعمل ايه؟ بيزنس ده يعني اسعار فلوس ضعيف. تجاره. تعمل فلوس تجاره؟ جامعه ايه؟ اكاديميه خاصه. طبعا. يعني انت كده خلاص يا جماعه توصلنا الكهرباء اهي اهو. ده توصيل الكهرباء تمام كده. طيب الميه وصرف الصحي يا مازن فوق. ميه وصرف صحي. عايز اعرف دورك ايه يا هشام؟ دورك ايه في السبوبه؟ انتوا عمرو جنايني وهاني شكري وهاني هاني التاني ده بيرزي ها وطارق يوسف وعمرو. دوركم ايه في السبوبه؟ العمليه خلصانه. اتفضل. يبقى فاضل ايه؟ اتفضل يا باشا. تراخيص 16 ترخيص عشان طلع ترخيص ده بتقعد سنتين 3. الترخيص ده طالع امتى؟ خد يا عم 2019 حمامات السباحه هتلاقيها من كده. الكاراتيه كله جاي رسمي. اصل احنا هنطلع تراخيص يا حرام انت وهو. عيب عيب يا نصابين.
عندي دولة محترمة فيها رئيس محترم وأجهزة رقابية محترمة. مبنى اجتماعي ترخيص المكتبة دلوقتي هو باقي فين؟ خالد جمباز كله 16 ترخيص وصوروه. يلا الصابين اصل احنا هنطلع تراخيص، يلا التراخيص دي مكلفه ملايين. نعمل ايه بقى؟ خلاص احنا كده تمام، يبقى فاضل العقد. عشان كده بقول لك اللي ايده هتتمد على الارض هقطعها له. ادي العقد واقف ولا يدفع فلوس من 200 مليون اللي انا برحت بيه. اتفضل اهو عقد بيع نادي الزمالك 2029 فدان 6 اكتوبر. بص 13/7/2014. اول حاجه عملتها اول ما جيت اعمل ايه؟ العقد. هو مجدي حسن فرحات نائب رئيس هيئه، المستشار مرتضى احمد منصور غصب عن اي عيل وسخ. ودلوقتي بنزل الدعوات بتاعتي رئيس المحكمه السابق العجوزه والضوء ورئيس نيابه حوادث الشمال. ما هو انا مضطر اقول لك بقى عشان هم اتفقوا. ده مش مستشار. نعم اتفضل يا سيدي. تمهيد اهو ادي العقد 128 ادي العقد اهو. يا ابني فوزي يا ابني. مصير المجهودات دي كلها بقى هم كده خلاص. انت متخيل يا جابر حاطط رجل على رجل. انت طيب اهو. العقد اهو يا جماعه. طب الناس اللي كانوا بيبعتوا لنا جوابات يقولوا لنا فين الفلوس اللي عليكم؟ اهو. انت اول مره تيجي فمش الفاوض. ادي الشيك الاولاني اهو. دفعته يوم في ميعادنا 18/5/2020. انا جمدت يا جماعه في 11/2020 وكنت في السنه دي واخد احسن رئيس نادي. اوريكم دلوقتي اهرام اخبار جمهور كله كان مديني احسن رئيس نادي. ادي الشيك اهو. كده يبقى فاضل شيك عليا. باين يا ابني اهو. باين؟ باين. فاضل عليها الشيك. امتى؟ في 2020 المفروض يتصرف 31/5 دفعت 20 اهو. كام ده يا ابني؟ القسط ايه؟ قلت له لسه ايه؟ حد يقرا لي بس الايه؟ الاخير اهو. قبل ميعاده بقد ايه؟ بسنه. ده اللي بيحافظ على النادي وهيبه النادي. واخد بالك يا لبيب؟ اهو. وادي الجواب اللي رايح اهو. مندوبنا الله يرحمه محمد السامي عبد المجيد وكالة خارجيه شيك رقم كذا جهاز كذا القسط الاخير قبل ميعاده بسنه. انا هاني بارسي يقول في 60 ده. لا اصل انا هاني شكري. لا اصل انا حسين السيد اللي بتاع المواني. انتوا خربتوا النادي. يا جماعه واخدين قرض 1.25 مليار. وقلت انا سايب لهم ايه؟ اصل الارض المحروقه ده مصر كلها تتفرج على خيبتكم. اتفضلوا. القسط الاخير اهو يا جماعه. قبل ميعاده قد ايه؟ بسنه. اتفضلوا. والناس ابتدت تشتغل اهو. الناس ابتدت تشتغل هتحقق حلم الملايين استاد ونادي. لا تبرع لا يا جماعه. نفس السنه دي 2020 اللي جمدوني فيها وجابوا لبيب لجنه. اتفضل اهو. اتفضل. الناس ابتدت تبني تشتغل اهي. يلا اطلع بره اهو. يلا مش عايزين كلام ده خالص. يقول لك ايه؟ بسمع يعني كل ده هيبقى كل المباني هيك خالص. بسمع يقول لك ايه بقى؟ هو النادي الاهلي عمال ياخد مواقع وانت نايم.
وانا يا جماعه يا في السجن يا موقوف يا متجمد يا محبوس يا متلبس 60 نيله. مين اللي في البلد مش طايقني؟ اهو جواب بعد الدكتور مصطفى مدبولي قبل النادي الاهلي 14/3/2015 رجاء التقرب بتخصيص 120 فدان ناحيه القاهره الجديد. اهو الدكتور مصطفى كان ايامها وزير الاسكان يا اعضاء جمعيه عموميه ومستلمين. كله مش عايزين يدوا النادي الزمالك، مشكلتكم انتوا عشان جمعيه عموميه ضعيفه. انا بقول لكم ضعيفه. الجمعيه العموميه اللي تسمح بدول شويه صيع يتحكموا فيهم تبقى جمعيه عموميه ضعيفه. ضعيفه. اتفضلوا ادي جوه اهو. انا ايام اهو بين لكم. معالي الدكتور مصطفى كان وزير الاسكان ايام. اهو. طلبت ارض زي ما الاهلي بيطلب. بس ما بلحقش. هجيبها لي بقى وادي النطرون ولا سجن القناطر ولا هجيبها لي فين؟ كلنا نشدنا جماهير الزمالك المخلصه بعتت على صفحاتها تناشد سياده الرئيس اللي ما بيقبلش باي فساد في الدوله. طبعا. عايز سيادتك بما انك رئيس التاريخ نادي الزمالك تناشده حالا في دي على الهوا دلوقتي واسمع اتفضل يا كلام بيه. سيادتك. طبعا بقى جاي المليونيرات العصابه الجديده. ده جواب يا باشا طالع اهو في 10/2/25. الباشا حسن علي الشرباجي نائب رئيس الهيئه القطاع على طلب الزمالك 10% يدوم للعصابه يعملوا مساكن. لن يسمح بده. اهو. اتفضلوا. ده الموضوع طاري اسمه هشام نصر والعصابه دي. اتفضلوا. اهو. عارفين 10% يعني كام؟ حوالي 30 فدان. يعني قد مساحه نادي الزمالك في 100 عقبه. ملايين 10% غير 29 فدان حوالي هنقول 11 ونص. حوالي 30 فدان. عايزين يعملوا مول ودرجات وحاجات. يا باشا مول ايه؟ ده بياخدها مساكن. شقق. هيعملها كومباوند. شقق يا بيه. والراجل فيك يروح يحنة الارض هيتقطع ايده. ده الجزء الاول. انا كنت عايز اكمل لكن طبعا مهند ربنا جدا. من فضلك شوف مين ورا الناس دي. انا كمرتضى مش عايز انجح ولا اولادي. مش ممكن بعد اللي حصل فينا التشهير ويعني انا هوريكم الورقه ب 200 مليون طلع ان انا باخد عموله انا واولادي واليوم مثلا ما بنشهد سيادتك حقق. يا وسو وبقول لكل جماهير الزمالك يا عم وسو واعضاء النادي المحترمين هاشتاج ارحل يا لبيب دندول عباس. ارحل. خلي عندك دم وارحل. هوريكم يا جماعه مستوى الانشاءات اللي حصل. النادي اتدمر. الاخلاق كل يوم 20 ضرب سنه مطاوي. البنات بقت تمشي دلوقتي في النادي مش عضوات. ها؟ لما نخسر 41 او 42 بطوله في الفتره دي فمن فضلكم يا محبي الزمالك مش مرتضى. اما الواد اللي قال له ادبوا علينا ده كل واحد زملكاوي هنزلها له على صفحتي يعمل ضده بلاغ عشان يتربى. علشان يتربى. ثانية واحدة. بص يا سيدي. معالي المستشار، نعم. الجمهور بيقول هو مين رئيس الزمالك؟ نجيب ولا عباس؟ مين سأل السؤال؟ انا رئيس معاك. لما تجاوب انت. محتاج انا؟ هي محتاج انا؟ لا العشرية السؤال ما حصلش الايام دي. رئيس الزمالك خد عندك بقى. جمال العبد. نبيل. هشام. البنت الصايعة. الصايعة بتاعت زياد. اسمه ايه زياد برضه. ميدو اللي انا حذرته هيطلعوك على المسرح.
حازم امام، عمرو الجنايني، تقريبا داخلين جمعيه مع بعض ازاي يخربوا النادي ده. بص يا سيدي، بسم الله. رقم الواد اهو، سيد علي ابراهيم، شريطه محمد ابراهيم، مراته اسمها ريهام. اخبار ريهام يا وسخ، زعلان قوي على المؤخرات. الناس تليفونه 011 4 5 6 6 7 3 11 تاني. يا زملكاويه اللي اتهمتوا ان انتوا بهايم ومرتشين. ده جمهور الزمالك في اسكندريه رهيب. لا يقطعك يالا انت وريهام.